لو تم ابعاد حسين كم نسبة الأزمة في النصر اللي ممكن تنحل؟ 10%، 20%، 100%، 80%؟ أنا في رأيي المشكلة مش حسين. أنت تتكلم الأزمة الآن بسبب حسين. هل حسين عبد الغني الآن يختلف تماما عن حسين عبد الغني اللي حقق بطولة الدوري سنتين واللي كان بطل في عيون كل النصراويين وكان يجب أن يستمر، واللي طلبوه أنه ما يعتزل لما قرر الاعتزال؟ يعني في النهاية هذا حدث مشهود قدامنا، نشوف في تصريحات اللاعبين زملائه، في آراء الإعلاميين، في آراء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة نفسها وأعضاء الشرف، في آراء المشجعين، كله موجود. حسين عبد الغني أيقونة من أيقونات البطولة في النصر وطالبوه بالاستمرار. هل يعقل أن حسين عبد الغني خلال سنتين أصبح هو المفسد في النادي، هو سبب الخراب؟ إذا حسين في السنتين هو سبب الخراب معناته هذه سلوكياته كانت موجودة أيام ما كان النصر بطل الدوري. ما هو حسين المشكلة. حسين هنا اللي يقول لك اللي هو المشكلة الوهمية المختلقة. حسين هو عذر لمشكلة ما حد عارفها. احنا مشكلتنا حسين. أنا لي تحفظ على تصرفات حسين عبد الغني؟ نعم لي تحفظ كبير. أنا يا أحمد الفيل أتكلم عن نفسي، مثل ما أقول أنه لاعب كبير ونادر في السعودية أن يستمر لاعب بهذه القوة وهذه القدرة وهذا الأداء الفني في هالعمر. ومثل ما أقول أن حسين عبد الغني يعني في ظهوره في الحوارات أو في التصريحات هو ظهور مثقف وينم عن وعي وعقل وخبرة. أنا أقول حسين عبد الغني في جزء كبير منه في التعامل داخل ملعب فيما يتعلق بالسلوك عندنا اعتراض كبير عليه، وهذه ما فيها جدال. لكن جمهور النصر من سنتين وش قصته؟ ما عنده سببين، فاضطر السنة هذه يحط السبب الثالث اللي هو عبد الغني. عنده غير المدرب، غير الرئيس. غير المدرب يتغير المدرب، يجي مدرب بداله ياخذ بطولة، تجي السنة اللي بعدها غير المدرب. وهو قالوا غيروا كانيدا وجيبوا دا سيلفا، غيروا كانيدا وجابوا دا سيلفا، جاء دا سيلفا أخذ بطولة. السنة اللي بعدها شيلوا دا سيلفا، شالوا دا سيلفا وجابوا كانيدا. لما ما يقدروا يقولوا هم الكنيدة شيلوه مرة ثانية، لأن هم اللي قالوا له يرجع. يعني في النهاية جابته الإدارة. طيب في دليل على أنه أو في تلميح لأنه قرارها بإقالته قرار خاطئ. الأول لما غلبت الروم قالوا يروح فيصل من تركي، الأمير فيصل من تركي، شكلوا ضغط عليه. فوش سوى فيصل من تركي؟ قرر الرحيل، ما تقدم أحد، رجع فيصل بن تركي. لما رجع فيصل بن تركي بثت ونشرت المعلقات في فيصل بن تركي كمديح وأنه صفحة جديدة وأنت أفضل رئيس، وحتى اللي كانوا يطالبون برحيله ارتدوا على أعقابهم وقالوا أنه أنت رئيس وأنه اختلافنا معك لا يعني رحيلك بالمرة، لكنها نريد التصحيح والتصحيح. الآن عادوا للمطالبة برحيل فيصل بن تركي مع أن الموسم ما راح منه إلا كم؟ 3 مباريات. صحيح. وهذه الرابعة. في مشكلة في النصر، هم يشعرون بوجود المشكلة لكن ما يدرون سببها. فبالتالي مرة يروح الرئيس المدرب، بعدين يروح الرئيس، بعدين الحين حسين عبد الغني. راح حسين عبد الغني يعتزل، قرر بكرة أنه يعتزل. يتحسن مستوى النصر؟ إذن هي مجموعة من المشاكل الصغيرة، مشاكل مالية، مشاكل إدارية، مشاكل فنية، مشاكل على مستوى اللاعبين. اللاعبين عندهم مشكلة، تحسهم في الملعب متثاقلين يا رجل، كان الواحد ما يبغى يلعب. يعني طيب اليوم تلعب مع الوطن، يعني فريق احترامي كبير لكن متواضع فنيا ولا يقارب بالنصر يعني، ومع ذلك يدوب فلت النصر. محمد